يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. اهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده صينيه الماكريل القمر دي، طعمها حكايه. هنعمل لها خلطه جباره هتبهري بيها اي حد يدوقها. وطبعا سمك الماكريل غني عن التعريف بالفوائد بتاعته الصحيه للجسم، ونسبه الاوميجا 3 العاليه اللي فيه، وان دهونه كلها مفيده. طبعا مقارنة بالسعر بالنسبة لأسماك تانية سعرها مرتفع. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي الوصفة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة معايا 5-6 فصوص كده من الثوم، وهنزل عليهم كده ب5 حبات من الطماطم، وهنزل عليهم بالتوابل بتاعتنا والملح اللي هنتبل بيه الصينيه كلها، وهنشيل الكلام ده كله على جنب. ومعايا هنا بعد ما قطعت الطماطم التوابل ملح وكمون وبابريكا وكزبره ونص معلقه صغيره من الشطه اختياري، وكان عندي كده توابل السمك نزلت كده بمعلقه كبيره، وهشيل الكلام ده على جنب. ده اللي هتبل بيه السمك والخضار بتاعنا. وجبت عندي صينيه كده بتدخل الفرن ودهنتها كده رشه من الزيت، وهجيب كده طماطم. هعمل كده فرشه من الخضار تحت السمك، طماطم وفلفل، وكمان لو حباها سبايسي هتحطي شطه خضراء. قطعت الطماطم شرايح كده، وهقطع كمان الفلفل. صينيه السمك ليها طرق كتيره، بس انا بحب كان ممكن نفرم الخضار ده كله مع بعضه وننزل بيه كده على السمك، بس انا بفضل انه يكون كده شرايح. بيكون طعمه حلو جدا، بيتاكل بقى سواء عملتي معاها رز او عيش كده بلدي بالرده، بيكون طعمه حلو جدا. وهنا قطعت الفلفل الاخضر البارد، وكمان قرن شطه سبايسي لو انتي حباها كده تكون مشطشطه وجميله. يا جمال. نزلت كده بالخضار بتاعي، وهنزل عليه كده بالسمك. السمك بتاعي يكون الظهر بتاعه الخطوط بتاعته باينه واحنا بنشتريه، وكمان البطن بتاعته لونها فضي بيلمع. هجيب السمكه الكبيره عشان كده تقطعها تكون فيها لحم، وهتغسلها كويس كده من جوه، وهتنقعها كده في ميه وليمون، وكده يكون جاهز معايا. ونزلت كده بيه على الخضار، ونفس الفرشه اللي انا عملتها من تحت هعملها من فوق. هضيف برضو طماطم من فوق وفلفل وشطه، وهنزل عليهم كده بعصير الليمون والتتبيله اللي احنا عملناها على جنب من الاول، اللي هي كان فيها توم والتوابل والملح والطماطم المعصوره. ما شاء الله شكلها يفتح النفس. فوائد السمك ده عالية جدا، وكمان في نسبة دهون مفيدة، بيقلل من امراض الضغط المرتفع، وبيحسن الذاكرة، وبيكافح الخلايا السرطانية في الجسم، حماية بقى من امراض القلب والجلطات والاوعية الدموية والكلام ده كله، والحد من نسبة الكوليسترول العالية. ما شاء الله عليه فوائده جميلة مقارنة بسعره بالنسبة للأسماك التانية اللي فيها فوائد برضو بس سعرها عالي. وكمان آخر حاجة هضيفها كده بالنسبة للخضار الشبت بيعزز الطعم وبيخلي طعمه حلو جدا. طبعا زي ما احنا عارفين السمك بيحب الشبت.
شكلها تحفة. هجيب بقى الخلطة اللي انا عملتها على جنب من البداية. قبل الكلام ده كله هجيب معايا كده ليمون واعصره. تعصري بقى الليمون زي ما انت عايزه. كتري بقى من الليمون ده بيخلي الصينيه في حته تانية خالص، وبيعزز كده من طعمها، وما بتشميش لها بقى ريحه اي زفاره ولا اي حاجه خالص. وزعي بقى التتبيله على سطح السمك كده والخضار. تعالي بقى اشم الريحه قبل ما تدخل الفرن، ولا حتى نعرف اي حاجه. ما شاء الله عليها، ريحتها جباره. هنزل كده بسلايزات كده من الليمون، تدي ايه شكل جمالي حلو في الاخر. وهتدخليها الفرن على درجة حرارة 220، تاخد كده تستوي، وكمان تشغل على الشوايه تاخد لون من فوق، وتبقى بالشكل الجمالي اللي احنا شايفينه ده. هتعملي بقى معاها شويه كده رز ابيض وسلطه خضراء. هنا انا كنت نسيت اقول لكم ان انا نزلت عليها كده برشه من الزيت قبل ما تدخل الفرن طبعا. وممكن تسيبها كده في الصينيه او تغرفيها بقى في اطباق زي ما انت حابه. شكلها تحفه، طعمها حكايه. هتعمليها بقى برز زي ما انا عملت كده وسلطه خضراء بقى، او ممكن نستغنى عن الكلام ده كله بقى، شويه عيش بلدي كده بالرده مع الخضار الجميل اللي معاها ده، وعيشي بقى واستمتعي بقى بالطعم. انا غرفتها هنا في طبق كبير، وغرفت الرز كده في اطباق. اللي محتاج بقى قطعه ياخد بقى وياكل بألف هنا وشفا. وده كان الشكل النهائي بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هنجرنشها بقى بشويه خضار كده، عندك جزر، شرايح، طماطم كده على شكل وردة، اي حاجة كده تدي منظر جميل وتفتح النفس، مع انها ما شاء الله عليها شكلها كده مجرنش لوحدها ومش محتاجة اي حاجة. وده كان غدانا النهاردة، حاجة كده بسيطة وتحفة ومليانة قيمة غذائية عالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.